زيو على طول كده، فالواد يتلسع يروح نازل. حنطور. حنطور صح؟ احلى حاجه في الدنيا كنت بعشقها. انا بحب حنطور ده جدا اصلا. كان منتشر في طنطا وانا مولود في طنطا، وكان جدي حبيب قلبي الله يرحمه كان على طول يركبني الحضرتك. بننزل نركب حنطور انا واخواتي لحد دلوقتي اصلا. يعني بشوفه كتير قوي، خاصة على الكورنيش قريب من قصاد الأوبرا كده. كنت بتمنى لغايه اما حصلت ان انا اقعد جنب الراجل كرباج ورا يا اسطى، ده اللي هو عمرك ما ركبتيه؟ لا. الولاد اللي هم كانوا اكبر مني شويه ما يسيبوش حنطور الا لما يتشعبطوا ورا، يروح لاسع زيو على طول كده، فالواد يتلسع يروح نازل. الكرباج كان بيجيب يعني ده كان بيجيب لورا للحنطور اللي وراه. يعني بشوف الخلايجة لما بتيجي مثلا في الصيف أو ناس أجانب، هم اللي بتبقى تجربة ليهم وكده. او الراجل طبعا مش شايف، عمره ما هيشوفهم ولا يحس بتقلهم، لان هو اساسا ماشي يعمل كده، والطرق ما كانتش يعني مستويه قوي. اخر مره ركبت الحنطور امتى؟ في مهرجان بورسعيد السينمائي، ضحكتي ليه؟ عشان ده كان اخر مكان اتوقع ان انا اركب فيه حنطور يعني في الحاجه اللي كان نفسي اعملها ان انا ابقى واقف على السلمه بتاعه الحنطور اللي تحت خالص دي، وانزل واجري جنبه واروح طالع زي بتوع الاقصر بلد. ما عملتهاش.